الاهلي فيه مشكله محدش اتكلم عنها خالص، والمشكله دي دايره في الاهلي بقالها يومين. محمد عبد المنعم عقده هينتهي مع الاهلي الموسم ده، اخر الموسم. محمد عبد المنعم رفض التجديد للاهلي لانه لحد الان بياخد 4 مليون في السنه. انت بتتكلم على احسن مدافع في مصر واحسن مدافع في افريقيا حاليا هو محمد عبد المنعم، بياخد 4 مليون في السنه. طيب عبد المنعم عايز في الاهلي 17 مليون في السنه، وده رقم هو عارف ذات نفسه انه مش هياخده. قال لهم انا عندي عروض يا جماعه، قادش الاسباني وبورتو في البرتغال، واعلى عرض جاي لمحمد عبد المنعم هو الهلال السعودي ب7 مليون دولار في الموسم. يعني محمد عبد المنعم عنده 3 عروض، دوري برتغالي، دوري اسباني، وجاي له عرض من الهلال السعودي وده اعلى عرض. محمد عبد المنعم قال لهم انا طالب في الاهلي 17 مليون عشان انا باخد 4 مليون يا جماعه من يوم ما جيت، وزي ما انتم فاهمين الحل ايه؟ رفض التجديد حتى الان للاهلي. العرض الاقرب لضم محمد عبد المنعم هو عرض الهلال السعودي، لان ده عايزينه بمبلغ في الموسم. محمد عبد المنعم لو راح هناك هياخد مبلغ كبير جدا جدا في الموسم. لحد الان عبد المنعم رافض التجديد للاهلي. بكره في ايه؟ الله اعلى واعلم. معرفش بكره الدنيا هيبقى فيها ايه، انما عقد محمد عبد المنعم مستمر لنهايه الموسم. يعني باقي في عقده 2 شهر مع الاهلي، يحق ليه يوقع لاي نادي.